السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صلوا على النبي حبايبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بصوا الارانب، انا بصراحه ربنا فخوره جدا بالعلف اللي انا جبته دوت. يعني بصي، يعني انا عايزه اقول لكم ان المفروض الارانب دي كلها تطلع. بصوا ما شاء الله، حتى اللي اتفطموا، يعني بصوا حتى المفطومين اهو اللي في النص ده، يعني كمان يومين ثلاثه، اسبوع بالكتير ويكون خلاص عايز بقى يطلع. العلف دوت اسمه اكسترا. جميل جدا جدا يعني. بصوا الارانب كانت عندي، تحسوا ان هي ايه، يعني هي عشان بلدي مش بيبقى باين عليها قوي الكبر، انما انا دلوقتي يعني انا ناولت العيال ارنبتين عشان كنت برضع الارانب جوه. البنت بتقول لي يما ما شاء الله الارانب تقيله، يعني هي ما كانتش كده. فبسم الله ما شاء الله، هو بيرتبط بالموضوع ده، بيرتبط بنوع العلف اكيد طبعا، الغذاء الكفايه. او انا شاكه في حاجه برضو، ان الفيتامين واللي هو مقوي المناعه اللي هو الدهوني اللي هو بتاع العلف. بصراحه انا حاسه ان هم بياكلوا الوقت كتير، وما شاء الله بان عليهم، يعني بان عليهم. حاسه ان هو اداني في الحاجه دي زي فاتح شهيه. لان انا ملاحظه، يعني انا ملاحظه ان في حاجات غريبه كده، غريبه طبعا للاحسن مش للاوحش. الاسبوع اللي فات زي ما صورت لكم كده، ان مات عندي 3 ارانب من اللي هم الصغيرين، واحد في واحد في واحد، مش عمر واحد يعني، ده واحد اللي هو كان خلاص هيتفطم، واتنين من اللي هم كانوا مفطومين. تمام. الارانب كانت جميله جدا عندي، وما تعرفوش يعني، بس اكيد طبعا من الحر اللي احنا فيه دوت، الله يكون في عونهم، يعني مش مستحملين. فانا بحمد ربنا ان هي بتيجي على الحاجات ديت، لان انا عارفه ان الارانب بتبقى واقفه كويسه، وتبص تلاقيها في ثواني حصل لها اي حاجه وراحت. فالحمد لله. بصوا بقى برضو الموضوع الفيديو بتاع النهارده دوت، لان انا مش بحب اوريكم اللي بيحصل، انما انا بحب اقول لكم. طبعا انتوا واثقين في كلامي. مش لازم ان انا اوريكم، لان بصراحه انا ما برضاش على المنظر دوت. لاني انا امبارح دخلت، اللهم صل على النبي، لقيت الارنبه من الصفر، يعني هم كلهم صفر، انا مش هعرف احددها لكم دلوقتي. لقيتها والده، انا ما كنتش يعني ما كنتش جستها قبل كده ولا اعرف ان هي حامل، لان زي ما انتم عارفين ان انا مشغوله في المحل. فسهى عليا بصراحه، انا بقالي اسبوع يعني ما لفتش عليهم كده، وما شفتهمش وما كشفتش عليهم وكده، لان انا بكشف عليهم وبشوف اللي هي قربت تولد. ب... يعني بحضر لها زي ما انتم فاهمين كده، زي ما قلت لكم. يعني انا كنت بقول لكم ان انا الارنبه اللي هي قربت تولد كنت بعزلها زي ما انتم فاهمين، سواء واحده او اتنين او تلاته او 10. بعزل كل واحده لوحديها، وبحط لها الكرتونه اللي هي هتولد فيها. بحط لها طبعا اكلها وشربها، يعني بياكلوا ويشربوا تحت مع دولت. وانا قاعده اروح شايله اللي هي هتولد واروح عازلاها، لان انا ما بضمنش ايه اللي هيحصل قبل ما اخرج، يعني لما بخرج. فانا بصراحه يعني معلش، الغلطه من عندنا. انا عارفه ان الغلطه المره دي من عندي. فالحمد لله اللي هي بتيجي على كده. انا زعلانه عليهم، زعلانه على اللي انا شفته بصراحه، يعني ان اخش من بره قبل ما اقلع العبايه، بصيت سمعت صوت صوصوه كده، قلت لها ايه ده في حاجه باينني والده في المنور جوه. هو انا مش قلت لك بص عليهم كل شويه يا بنتي؟ قالت لي لسه بص عليهم. هي فعلا عارفين الارنبه ممكن، يعني انا مره كنت حطها في حجر، كان حمزه بيلعب بيها. والله العظيم زي ما بحكي لكم بالظبط كده اللي حصل. يمكن انا صورته ورجعت حذفته لان المنظر ما كانش حلو. يا حبيبي، بصيت لقيتها حمزه بيلعب بيها، جريت من ايده وبقت عايزه تاكل، بقت عايزه تنط عليه وتعضه. قلت له يا ابني سيبها، هي عامله ليه كده النهارده؟ فيا دوبك مسافه ما سابها من ايده، لقيتها ركنت على جنب كده، وبقت في حاجه نازله منها كده. قلت الله، هي الارنبه دي فيها ايه؟ لقيتهم ما شاء الله ولدتهم 4،
ورا بعض، واحد ورا واحد. واول مره اشوف ولاده الارانب من اولها كده. طبعا الواد كان ماسكها يا عيني، وهي تقريبا كان فيها الطلق، ما كانتش عارفه تقاوم. فاول ما سابها من ايده راحت يا عيني والده، ثابت عليا والله ساعتها. اللي يعني بصوا يعلم بهم ربنا طبعا. الطلق بيبقى حامي عندهم. ولا لحقت تقصقص ريش ولا لحقت تعمل حاجه. ده اللي انا كنت مقتنعه بيه. بس اللي انا اكتشفته بعد كده لما جيت انضف البيوت اللي انا عاملاها اللي هي بالطوب ديت، لقيت الارنبه مقصقصه ريشها ومحضره كل حاجه. طب يا حبيبي بتعضها. مين اللي عضه؟ قلب ايه قلب عينيها. عين ايه؟ ده ودنه اتاكلت اهي. بصوا المنظر، بصوا ودنه. ده متاكله وناشفه يعني، دي بقالها كتير. بصوا يعني مش لسه مثلا جديده طريه ولا بتاع، دي زي حاجه واكلاها. بصوا. وده الصلاحة اهي. يا حبيبي هتتقطع يعني خلاص. ده الارنب اللي هم بيرضعوا اهو. هوريهم لكم دلوقتي. خدي يا حمزه حطها في الكرتون. يا عبيط يا الله. فقامت والداهم، وانا اقتنعت ان هي ما قصقصتش وولدت على غفله والكلام دوت. اتابع اللي هي كانت محضره كل حاجه في البيت دوت، وانا ما كنتش واخده بالي لان ما بنضفوش على طول، ما بيعملوش فيه حمام. ده نضيف على طول زي ما انتم شايفين كده. هم بياكلوا ويخشوا يفردوا. بصوا فردين نفسهم ازاي فين نايمين في الارض زي ما تقولوا يا عيني. ايه المكان دوت رطب شويه عليها. ماشي. فانا ديت دخلت من بره، سمعت صوت الصوصوه. فبعد عنكم بقى، انا شفت منظر اقسم بالله. انا بصراحه يعني استغربت اللي بيحصل دوت، وقلت اعوذ بالله، هو ايه اللي حصل عندي في المكان للدرجه دي يعملوا كده؟ فلقيتهم بصوا، لقيت راس مرميه على جنب، لقيت جسم من غير راس مرمي على جنب، لقيت رجول مرميه. بصوا تحسوا ان بصوا، شفتوا الافلام اللي هي بتاع مصاصين الدماء دي ولا اكل لحوم البشر؟ هم زيها، منظر في منتهى الغرابه. وهي يا عيني واقفه راكنه على جنب. انا عرفتها من كده لان كان من تحتها كده مكان الولاده. لما لقيتها راكنه على جنب كده قلت يمكن هي لسه بتولد ولا حاجه. لقيتها هي فعلا هي دي اللي والده، ولسه يعني لسه هتنضف نفسها. بس يا عيني زي ما تقولوا مذهوله من المنظر اللي قدامها او زعلانه على ولادها. فلقيت واحد تقريبا هم ما كانوش شايفينه، انا كنت هدوس عليه لما قعدت الم دولت. وبقيت زعلانه ومتنكده، طب الصوت الصوصوه دي جاي منين؟ بصيت لقيته بقى مركون على جنب. هم ما كانوش واخدين بالهم منه خالص. هوريه لكم دلوقتي. هو ده الوحيد اللي نجي منهم. اقول عليهم ايه بس يعني ربنا يهديهم بقى، ربنا يهديهم. لان بصراحه انا لو الموضوع ده اتكرر عندي يبقى كده في عين عندي في المكان، وانا عارفه يعني هعمل ايه. بس انا صعبان عليا ان بعدين انا ما بدخلش حد عليهم يعني، حتى اصحابي حتى اي حد من عندنا اما بيجي، حتى لو عاوزه ارضع او حاجه ما بخشش اجيب ارانب ولا اخش عليهم ولا افتح المكان واطفي النور بتاع المكان عشان ما حدش يخش برضو عليهم ولا يشوفهم. انا محافظه عليهم جدا والله العظيم، بدليل اللي انتوا شايفينه دوت. الحمد لله. اي حاجه غلط والله انا بحاول ابعد عنها عشان انا بتلاشى مواضيع كتير، لان احنا في جو وحش وصعب. فلازم يعني نحافظ على الحاجه عشان نتلاشى اي مشاكل تحصل في اليومين دول. وانا والله العظيم من غير اليومين دولت ومن غير اي حاجه انتوا شايفين وعارفين من فيديوهاتي كلها، مع النظافه ومع الاهتمام معاهم، ده بيدل ان انا مراعياهم يعني. الحمد لله. انا باكل من وراهم عيش برضو. طبعا ايه، انا رحت عايز ايه تفتح حاجة شقة. هجيب لك حاضر. انا الاسبوع اللي فات دوت انا قلت لكم ان انا بعت منهم 3. امبارح برضو دخلت لقيت دفع عندي.
لسه هطلع حاجه من الفريزر ولا حاجه. تجيبيها يا حبيبه حتى اجيبها لك. هناك. حاضر حاضر تجيبيها على المحل. عيني حاضر. فطبعا اتفاجئت بيها وكده، فان هي دخلت معايا، فطبعا كان لازم اعمل اكل وكده. هطلع حاجه من الفريزر هتبقى لسه هتاخد وقت وتفك وبتاع. وانا كان بقالي كتير ما ذبحتش، فروحت جايبه واحد ارنب منهم اللي هو كانت بودن واحده، ده اللي هو كانوا لسه مفطومين من شهر يعني. هو حاليا كده عنده بتاع 2.5 أو 3. جبته ورحت ذبحاه، والله العظيم عملت عليه صينية بطاطس تستاهلكم. جميلة جدا، وعملت شوية رز برضه وبتنجان مخلل، وقعدنا كلنا وفاض منهم والله العظيم أكل. فسترني وطبعا وباخد من وراهم. الحمد لله والشكر لله، ربنا يطعمني فيهم يا رب، وكل اللي يعمل حاجة زي كده ربنا يطعمه فيهم ويرزقهم من وراهم ان شاء الله. وهوريكم بقى الفيديوهات الجايه ان شاء الله. انا هعمل حاجه كده يا رب تعجبكم، ويعني عايزاكم تقولوا لي رايكم، لو هي مش عاجباكم عرفوني عشان ما اعملهاش تاني. ماشي اهو يا حبايبي، انا لسه كنت حاطه لهم العلف وحاطه لهم البرسيم. ده برسيم، ده اللي هو ورق البطاطا اللي واحده حبيبتي بعتت قالت لي انا بوكلهم ورق بطاطا يعمل لهم اسهال وكده. قلت لها لا، او هي بتقول لي ان هو عمل لهم اسهال، فبالتاكيد ان انت بتديهم ورق بطاطا على طول، مش بتنوعي. لازم ياكلوا علف. ورق البطاطا بيعمل لهم بيمشي بطنهم شويه. العلف بينشف بطنهم. العيش بيعمل لهم زي انتفاخ. البرسيم يعمل لهم مش عارف ايه، يعني كل حاجه بتبقى ليها مصلحه وليها الضرر برضه. فما نحاولش نكتر من يعني اي حاجه بالمعقول. ماشي حبايبي. يا رب بس يكون الفيديو عجبكم ويكون خفيف على قلبكم. بصوا هي الارانب دولت كده واكلين. هقرب لكم برضو الصوره اهو. ده الذكر الابيض اهوت، ودي النتايه اللي هي كانت لسه والده امبارح اهي. ايوه هي ديت. ماشي. وده البيه الارنب اللي هو كان على طول في اهو الابيض دوت اهو. ده اللي هو كان على طول في على الكرتونه من فوق، على الحاجات دي من فوق. نزلته وحطيت بص الحاجه هيت من فوق عشان يعني ما يطلعش تاني. فمن ساعتها وهو ما بيطلعش فوق تاني. اتأقلم عليهم تحت اهوت وبقى قاعد معاهم. ده ذكر على فكره. يعني انا دلوقتي حاولت كده ان انا اعد الذكوره اللي عندي، فبصراحه لقيتهم كتير. يعني عندي بتاع 12 ذكر في الارانب ديت. يلا خلصي ردولي. كتير، فلازم اطلع منهم يعني. اول ما اذبح منهم او الحاجه اللي انا هطلعها هوريها لكم. يا رب حبايبي الفيديو يعجبكم، وتحطوا اللايك وتشتركوا معايا في القناه. اللي ما اشتركش يشرفني وينورني. اشوف وشكم بخير يا حبايبي. السلام عليكم.